فيلمنا النهارده بيبدأ بشيف مشهور اسمه بول، واللي بيكون تحته فريق من الطباخين واسمهم هانجر. والشيف بول بقى بيبقى من أهم اهتماماته إنه يخلي الزباين اللي بتجيله دايما جعانين، خصوصا الأكل اللي الفريق عامله علشان يبقى اسم على مسمى يعني. والناس المتريشة اللي بيطلبوه دايما بيبلعوا الأكل من جماله. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مطعم عيلة بسيطة بيقدم شعرية مقلية، والمطعم ده بيكون ماشي على وصفات سرية بتتقدم من جيل لجيل. ودلوقتي المطعم بيديره بنت اسمها إيوي، وفي الوقت ده بنشوف زبون اسمه تون بيجي يديلها الكارت بتاع فريق هانجر وبيعرض عليها انها تيجي تشتغل هناك. بس إيوي ما بتكونش سمعت عنهم قبل كده، ولما بتسأل صحابها الكل بيتفاجئ من الخبر علشان بيكونوا شايفين ان دي فرصة عمرها، وان دي فرصة كويسة جدا، وانها ما ينفعش تضيعها من ايديها، وان ده هيساعدها انها كمان تطور من نفسها وتبقى طباخة مشهورة زي الشيف بول. وبنعرف بقى ان الشيف بول هو رقم 1 في طباخين تايلاند، وفي الاخر كده بابا المجال عندهم بالظبط زي الشيف بوراك في تركيا. وفي الوقت ده ناس كتير مهمة بيكونوا عازمينه بس عشان يدوقوا الأكل بتاعه. وطبعا من كتر ما هو مشهور ومعروف بأكلاته المميزة الناس بتحجز عنده قبلها بمدة وبيدفعوا له أرقام فلكية. وتاني يوم يروح تقول لإيوي وياخدها معاه المطعم، ولما بتدخل بتلاقي المطعم نضيف ومترتب على الآخر، فبتنبهر باللي هي شايفاه واللي هي طبعا مش متعودة عليه. وفي اليوم ده قبل ما تنضم لفريق هانجر بيعملوا لها اختبار، والشيف بول بيخليها تتنافس مع واحد متخرج من مدرسة فن الطهي، ومطلوب من كل واحد ان هو يعمل قايمة بسيطة ويطبخ له رز مقلي. ولما الخصم بتاعها بيعرف بشروط الاختبار بيحس ان الموضوع سهل جدا بالنسبة له ان يعمل الوصفة دي. بنلاقي بعد كده ان الرز المقلي اللي المفروض ان كل واحد يعمله بيكون مختلف عن التاني، وخصم إيوي بيختار مكونات غريبة علشان يعمل الرز بتاعه، في حين ان إيوي بتعمل الرز بتاعها ببواقي الرز اللي فاضلة وتخلطه ببيضتين وشوية بهارات. وبعد ما بيخلصوا الرز بتاعهم بيجي دور بول انه يحكم، بس بول بيشم الاكل وبعدها بيطلب من خصم إيوي انه يمشي من المكان لان إيوي هي اللي كسبت. وبعد كده إيوي بتنضم للفريق رسميا، وبعدها بيطلبوا منها انها تنظف مكانها وتغير هدومها بالزي بتاع فريق هانجر واللي مكتوب عليه اسم المطعم. وبعدها تون بيعرفها على باقي افراد الفريق، بيشرح لها ان كل واحد في الفريق ليه دور معين، وبعد كده بيعرفها هي هتعمل ايه بالظبط في المطعم. وبعد كده بيقول لها ان هي ممكن تبقى مساعدة الشيف. وبعد كده الشيف بول بيجمعهم ويقول لهم ان خلال كام يوم كده هتجيلهم دعوة انهم هيطبخوا في عيد ميلاد ظابط مهم جدا، وبيقرروا انهم هيعملوا لحمة بس بطريقة مختلفة. وبعد كده بيقطعوا لحمة جودتها عالية قوي، والشيف بول بيكلف إيوي بالمهمة دي وبيقول لها ان اللحمة لازم تتقطع شرايح رفيعة جدا زي ما هو بيعملها بالظبط، وكمان انها لازم تطبخ كويس علشان تستوي. وبعد كده بيطلب منها انها تقرب وتعملها زي ما هو عملها بالظبط، بس هي ما بتعرفش تقطعها، وخصوصا انها عمرها ما اتعاملت مع انواع اللحوم دي. والشيف بيتضايق جدا علشان مش عارفه تعمل اللي هو طلبه منها، وبيفضل يزعق لها وبيكلفها انها تعمل لحمه الويجيو برضه نفس الكلام، ما بتعرفش تتعامل، فتمسك الطاسه وتحرق اللحمه اللي طلب الشيف بول منها انها تسويها. بيقول لها انها لازم تكمل تدريب لانها ما عندهاش خبره، وكمان بيقول لها لو فكرت تسيبي الشغل فانت هتخسري فرصه عمرك ان انت هتبقي طباخه شاطره. وإيوي بتتضايق جدا من طريقه الشيف وهو بيزعق لها، وما بتكونش حاسه انها قادره تستحمل، فبتقرر انها تمشي. بس بعد ما بتفكر كويس بتغير رايها وبترجع تاني على المطعم وتفضل تتدرب على الطريقه اللي الشيف عايزها تطبخ بيها. وتاني يوم الفريق لما بيجي بيلاقي ان إيوي نايمه في المطبخ من بعد ما قعدت طول الليل تتدرب، ويلاحظوا الحروق اللي موجودة على ايديها بسبب الزيت والنار، وده بيثبت لهم انها عندها اصرار انها توصل لتوقعات الشيف فيها. وبعدين بنلاقي ان مجهودها ما راحش هدر لان قدرت اخيرا انها تعمل اللحمة بالطريقة اللي الشيف عايزها بالظبط. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف يوم الحفلة والمكان مليان ناس كلها VIP، ناس مهمة جدا، من ضمنهم راجل اسمه توس، وده بيبقى رجل اعمال وبيبقى معروف انه شاطر في تذوق الاكلات، وبيبقى عايز يشارك الشيف بول بس الشيف بول بيبقى رافض. وبعد ما الحفلة بتبدأ بتبقى مطلوب منها انها تعمل اللحمة بالطريقة اللي الشيف علمها لها، والناس بتنبهر بعد كده بالاكل ولدرجة انهم بدأوا يلحسوا الاطباق من بعد ما اكلوا اللحمة.
ولما توس بيشوف الكلام ده بينبهر جدا بمهاراتها، وبعد كده بيديلها الكارت بتاعه. ومن بعدها بقى يوي بتروح مع تون الأماكن اللي بتبيع أحسن المنتجات الغذائية للطبخ، وتعرف إن الشيف بول بيشتري أحسن المنتجات الغذائية اللي بتساعده في الطبخ حتى لو سعرها غالي جدا، لأن الشيف بول مقتنع دايما إن أحسن المنتجات الغذائية بتعمل أحسن الوجبات. للآخر كده هو بيبقى شايف إن الغالي تمنه فيه. وبعدها فريق هانجر بيكون بيجهز للحدث اللي بعديه، والكل بيبقى مشغول، بس مش بيكلفوا يوي بأي حاجة تعملها. ولما بتسأل الشيف بول على السبب بيقول لها إنها تغسل المواعين وتنظف الأرض وتطلع الزبالة، بس يوي ما بيعجبهاش الكلام ده وبتعترض. بس الشيف بول بيفكرها وبيقول لها ان كل اللي موجودين هنا بينفذوا المهمات اللي بتطلب منهم وبس، ومش عشان الضيوف قالوا لها كلمتين حلوين يعني فهي كده مميزة عن الباقي. وبعد كده بيختبر قدراتها هي وواحد تاني من الفريق في تقطيع الخضار، وفي اللحظة دي يوي بتجرح نفسها بالسكينة وبتثبت انها مش مميزة ولا حاجة. ولما بترجع بعد كده على البيت بتحاول تطبخ أكلة حلوة لعيلتها، ولما بيدوقوا أكلها بيعترفوا إن الأكل ما كانش حلو، وإنهم بيفضلوا الشعرية المقلية اللي متعودين عليها. وهنا يوي بتستنتج إن حتى الأكل بيبين فرق الطبقات، والفقراء بياكلوا الأكل ده علشان يعيشوا، في حين إن الأغنياء بياكلوا أكل حلو بس عشان يشبعوا رغبتهم في وجبات طعمها حلو. وفي المشهد اللي بعد كده وهم في المطبخ بيحصل موقف كده مش حلو، واحد من الفريق بيتقفش وهو بيدخن، ولما الشيف بول بيشوف ده بيتضايق جدا وما بيعجبوش تصرفات كين، وبيلفت نظره ان ممكن السيجاره تقع في الاكل، وساعتها مش بس سمعه المكان هتتدمر، لا ده كل الفريق من ضمنهم الشيف اللي عاش طول حياته عشان يعمل اللي وصلوا له ده مش كده وبس، ده الشيف بول كمان بيعلن ان هو عارف ان في حد بيسرق في الفريق، وانه بيسرق لحم من النوع الفخم. وقبل ما يكون عايز يرجع لكاميرات المراقبه بيبقى عايز الحرامي يعترف على نفسه، والشيف بيطلب منه بعد كده انه يعرف نفسه قبل ما يتصرف تصرف مش هيعجبه، وانه ممكن يجيب الشرطة ويقبضوا عليه. وفي الوقت ده واحد من الفريق بيعترف فعلا ان هو اللي بيعمل كده، وبيطلع واحد من افراد الفريق لمدة طويلة وانه كان عايز يدوق طعم اللحمة دي زي الاغنياء. وطبعا الشيف بول مش بيقبل بالتصرف ده وبيطرده. وبعد فترة بيجي لهم حدث تاني والفريق بيكون مطلوب منه انه يعمل اكل العيلة، والعيلة بيكون رد فعلها غريب لما بيدوقوا الاكل اللي الفريق عمله. وبعد كده لما تون بيروح يقدم الشوربة الشيف بيرميها عشان بيكون فيها جمبري، واحدة من اطفال العيلة بيكون عندها حساسية من الجمبري، وان معلقة واحدة من الشوربة ممكن حرفيا تموتها، فالشيف بيطبخ بنفسه شوربة تانية خالص من مية الحنفية ومكونات تانية بديلة. ووقتها يوي بتبقى واخدة بالها ان تصرفات الشيف غريبة. وبعد ما بيخلصوا شغلهم الشيف بيتعصب على الفريق كله، بيطلع ان الشخص اللي حط الجمبري في الشوربة يبقى دانج مساعد الشيف الشخصي. ولما الشيف بيعرف بده بيتعصب عليه على الاخر وبيبدأ يزقه لورا، بس دانج بيمسك السكينة وبيغز بيها الشيف. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الشيف وهو محبوس في المستشفى، فيوي بتروح تزوره في المستشفى وبتجيب له معاها طبق شعرية مقلية من مطعمها علشان ما بيكونش عايز ياكل من اكل المستشفى. وهم قاعدين الشيف بيتكلم معاها وبيحكي لها عن السبب اللي خلاه يبقى شيف اصلا، ويقول لها ان الموضوع بدأ من وقت ما كان صغير، واللي وقتها امه كانت شغالة في بيت واحد غني، ووقتها العيلة كانت بتاكل حاجة اسمها كافيار، فهو سرق برطمان من الكافيار عشان يدوقه، وللأسف اتقفش وقتها وصاحب البيت قال عنه ان هو حرامي، فبيخاف وبيقع منه البرطمان وبيتكسر. وساعتها مرات صاحب البيت بتخصم من امه حق برطمان الكافيار اللي اتكسر، واللي هتفضل تدفع فيه اكتر من شهر. وبعد كده الشيف بول وهو بيلم البرطمان المكسور على الارض باقي الكافيار، بس شاف ان طعمه مش مستاهل الضجه دي كلها اوفر، وساعتها بتقرر انها تستقيل هي وتون. وبعد ما بتستقيل بتلاقي انها تحاول انها تنافس الشيف بول، ضيعت وقت كتير بعيدة عن عيلتها اللي كانت دايما بتدعمها، وعشان هي مش عاوزة توصل للي الشيف بول وصله بتقرر انها ترجع بيتها وتكمل شغلها في المطعم مع ابوها في عمل الشعرية المقلية زي زمان. وبنستنتج من قصتنا ان الواحد عشان يحقق احلامه بيضطر فعلا انه يضحي بحاجات كتير، بس في الاخر هل الموضوع بيكون مستاهل؟ يعني مثلا عندك التيك توك، اللي بيظهروا في التيك توك دول بيخسروا كتير قوي من ضمنها كرامتهم، فهل يا ترى الفلوس تستاهل اللي هم بيعملوه ده ولا لا؟ المهم ده كان فيديو النهارده. لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه علشان تشوف كل جديد مني، ويلا اشوفكم فيديوهات جايه. سلام.